احنا عايشين يومين من اللي بيتكتب فيهم التاريخ. كل ده خلاني اسال نفسي سؤال: هو الانسان الابيض ماسك علينا زله؟ النهارده 27/1/2025 ترامب قال انه هيكلم السيسي يستقبل اهل غزه في مصر، وملك الاردن يفتح الحدود لاهل الضفه، واللي ما يتسموش رافضين ان الناس ترجع بيوتها في شمال غزه، وبتقول ان حماس خلفت الاتفاقيه. لكن الحقيقه ان كان بيستخدم اي حجه عشان ياخر الناس ترجع لحد ما ترامب يبدا في خطه التهجير. ترامب قرر قبل كده ان القدس عاصمه اللي ما يتسموش، فكانت زي ما قال سفينه شايله ترسانه اسلحه نفتح لها قناه السويس. ليه ما نقدرش نرفض؟ $50 million being sent to Gaza for Hamas. Thank you. Books credit for this, Mr. President. You or Trump? Is that a joke? ترامب عجباه غزة كمكان، مدينة على البحر فيها غاز وخيرات ياما، والسلطة اللي ماسكاها مش معترف بيها وعامله له وجع دماغ، فالحل موجود قدام أمريكا، مش شوية أخلاق اللي هتمنع من استغلال الموقف. أمريكا عندها شوية حاجات بتضغط بيهم على دول الشرق الأوسط بما فيهم مصر. نسيت أقدم لك نفسي، أنا أحمد صالح، بحاول أفهم اللي بيحصل من قلب الخن وابص على الأخبار نظرة متعمقة بعيدا عن دوشة ترامب. أول وسيلة ضغط هي المعونة، فلوس أمريكا بتديها لنا بدون ما تتردد، بتتقسم دعم عسكري ودعم اقتصادي، تعليم وصحة وزراعة وديمقراطية. المعونة بدأت من سنة 46 لكن زادت بشكل كبير إمتى؟ بالظبط بعد ما وقعنا اتفاقية السلام سنة 79 مع اللي ما يتسموش. في 2024 مثلا المعونة وصلت حوالي 1.5 مليار، دي تالت أكتر دولة في الشرق الأوسط بتاخد معونات بعد اللي ما يتسموش طبعا. وبعد مين يا ترى؟ الأردن، إخواتنا وحبايبنا، لكن CNN وصفتها بإنها شريك استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة. الأردن للمفاجأة يعني سبقتنا واستقبلت 2.390.000 فلسطيني. ترامب طلب من الملك عبد الله يزود العدد، وهيطلب من السيسي يستقبل 1.5 مليون غزاوي ويبني لهم مساكن وتبقى مؤقتة وممكن تبقى طويلة الأجل. مصر بالفعل استقبلت أكتر من 9 مليون لاجئ، منهم إخواتنا السوريين والسودانيين. ترامب بيقول خدوا 1.5 مليون دول مش فارقة ونبدأ بقى شغل في القطاع على نضيف. طبعا مش محتاجة محلل سياسي عبقري عشان يعرف إن دي تصفية للقضية، وللأسف صعب جدا نقول لأ. أنت عارف المعونة اللي زللنا بيها دي كام في اقتصاد مصر؟ أقل من 2% من الدخل القومي، تخيل. بس أمريكا بتضغط على مصر بطرق تانية، لأنها بتوفر برامج زي تدريب الضباط والحرب على المخدرات والحرب على اللي بيسموه الإرهاب. في إيدها عصاية سحرية اسمها العقوبات الدولية، تقدر تفرضها على بلدك وتشيطنك في الإعلام فالعالم كله يعاديك. ونروح بعيد ليه؟ رئيس كولومبيا لما رفض ترحيل ولاد بلده من أمريكا بطيارات عسكرية، ترامب قلب الدنيا عليه عقوبات وجمارك والأسوأ جاي. وبرضه ما ننساش حبيبنا صندوق النقد الدولي. أمريكا ليها تأثير قوي على كل المؤسسات المالية الدولية، القروض والدفع والتسهيل، كل ده في ايديها. العلاقات الدبلوماسية انك تبقى حبيب الفتوة في المحافل الدولية، فيفيدك في مواضيع زي سد النهضة وإسرائيل. كل ده للأسف عمره مش سنة ولا 2، ده الحل من بعد الحرب العالمية، وزاد لما قررنا التطبيع مع العدو. بقت دولة مستقلة قدام الناس، بس في نفس الوقت انت أداة تتحكم فيها أمريكا عشان استقرار مصالحها في المنطقة زي أمن الكيان وتدفق النفط لبلادهم ومحاربة الإرهاب. وللأسف مش هيتحل إلا لما نحل مشاكلنا الداخلية. محتاج يبقى عندك استقلال اقتصادي، يبقى عندك صناعات وطنية، تقلل الاعتماد على المعونات والقروض، يرجع يبقى لك دور مؤثر في الإقليم بتاعك، ما تبقاش مجرد رد فعل. وقبل كل ده محتاج إصلاح من جوه ومكافحة للفساد، والشعب يلتف حوالين سلطته عشان يقلل الضغط الخارجي. تفتكر ده ياخد وقت قد إيه؟ وأمريكا هتدعم خطوة زي دي ولا لا؟ أمريكا تعتبر إمبراطورية بالمعنى الحديث، عندها أكتر من 1000 قاعدة عسكرية في العالم، تقدر تغزو أي منطقة في أقل من ساعة. من بين كل القواعد دي الكيان هو أهم قاعدة عسكرية ليهم، رغم إن فيها أقل من 1% من سكان العالم. بيتلقى أكتر من 30% من مساعدات أمريكا للعالم كله، وصل لهم أكتر من 300 مليار دولار، كافيين إنهم ينهوا المجاعات في العالم. أمريكا هي الدولة الوحيدة اللي بترفض كل مرة دين الكيان في الأمم المتحدة، حتى والعالم كله ضدها، لأن الشرق الأوسط منطقة مهمة جدا جدا للغرب، والكيان هو الكلب المسعور بتاع أمريكا. أي شيء صعب وصادم أمريكا بتتكسف تعمله قدام شعبها، الكيان بيعمله نيابة عنها. عشان كده استقرار الكيان مسألة مفروغ منها بالنسبة لأقوى دولة في العالم، موقف صعب جدا بتمر بيه مصر والأردن، واللي ما عملناش أي حاجة عشان نستعد له ويبقى لنا موقف
موقف وقرار واضح. رئيس مصر انتقد أكتر من مرة أي فكرة لإجلاء أهل غزة، وقال إن ده جزء من خطة أكبر لتطهير المنطقة بالكامل من الفلسطينيين، وإن الأرض هترجع بدون الشعب، وهينتهي الأمر بالفلسطينيين زي السكان الأصليين في أمريكا، أغراب في قلب بلدهم. فيا ترى اللي الاحتلال فشل في تحقيقه بالقصف والإبادة هينفذه ترامب بالضغوط السياسية والفلوس؟ من أول يوم في حكمه لغى العقوبات اللي فرضها بايدن على المستوطنين في الضفة. بايدن فرضها عليهم بسبب جرائم قتل الأهل الضفة، جه ترامب لغاها. أول وزير في الكيان علق على القرار ده كان بتسلائيل وزير المالية، من أوائل الناس اللي دعوا لإنشاء المستوطنات اليهودية في غزة نفسها. الكلام ده بيرحب بيه رئيس أمريكا، الدولة اللي اقترحت زمان حل الدولتين، والتاريخ بيتعاد كتابته قدام عينينا، وترامب ما بيهموش أي حاجة مادام هيتحقق له مكسب سريع. التهجير مش بس بيهدد القضية، الخطة دي بتهدد استقرار الشرق الأوسط كله، خصوصا مصر والأردن. والاستسلام للقرار القوي مش الحل، لازم يبقى فيه رفض قاطع وعلني، وتبقى دي بداية المواقف ترد لمصر والأردن دورهم الإقليمي المؤثر. التاريخ بيتكتب اليومين دول، ومش هيرحم أي متخاذل في موقف زي ده. أنا قريت كتير، عايز أسمع رأيك أنت في الموضوع ده. اكتب لي في الكومنتات شايف إيه التصرف السليم وإيه المتوقع لو مصر رفضت أو وافقت، وما تنساش تزورني في الخن. سلام.